على ايه؟ هتكمل النص التاني امتى بقى؟ شهر 11. كمل. قاعدين بنتسلى يعني مش هي هنتجوز. ماما اللي فاهم؟ معاكي. انت اصلا حقيقي يعني جد ولا انت اصلا على طول تافه كده؟ مساء الخير. ده يا شباب عمار، من اكتر الناس اللي اتطلبت مني اني احلل واعلق على الديت بتاعهم. عاوزين تعرفوا ليه؟ لانه مثال للشاب. ما تيجي نشوف احسن. اسمك كويس. ايه؟ حلا صح؟ حلا. ازاي؟ اسمي عمار. على ايه؟ دايما اقول لكم خلي بالك من الانطباع الاول اللي البنت بتاخده عنك. فتخيل انت داخل تكلم بنت بتقول لها اسمي كذا وانت اسمك كذا، وبتضحك ضحك هستيري زي ما هو بيضحك كده. يعني ايه الانطباع اللي البنت هتاخده؟ هل هتاخد انك شخص جد وتقيل كده وراجل شديد، ولا هتاخد عندك انطباع ان انت نص نص؟ اكيد نص نص. لا ده حوار ما بيننا وبين صحاب. ايه الدنيا عامله ايه؟ كله انت تمام. منين؟ من هنا. من الاوضه دي؟ اه. مش انت بتتكلم بطريقه تافهه؟ خلاص انا كمان مش هحترم كلامك وهتكلم بطريقه تافهه. انت منين؟ من هنا. بكل برود من الاوضه دي. اصل هيحصل ايه يعني؟ هخسرك؟ ما عادي يعني، ما اخسرك وفيها ايه؟ ما انت بتتكلم بتفاهه فهتكلم كمان انا بتفاهه برضه انا كمان، يعني مفيش مشكله. ما تهزرش. منين يعني المنطقه منين؟ من اكتوبر. احسن ناس والله. انت عندك كام سنه؟ 26. ولا 5؟ 26. انا 23 ايه ده انت صغنون خالص. لا ونص. ايه انت صغنون خالص؟ ما هو طبيعي يا صاحبي. خلاص كده هي شافتك حاجه صعبه قوي بصراحه. خلاص كده بتهزر معاك، بتستقل منك، بتستقل بيك. انت صغنون خالص، انت كتكوت، انت كيوت، مش حد تقيل، داخل بكاريزما كده وبهدوء وبثبات، تخليني عمال افكر في كل كلمه بقولها لك. ونص؟ 23 ونص. هتكمل النص التاني امتى بقى؟ شهر 11 اكمل 24 سنه. انت شغاله ايه بقى ولا بتعملي ايه في ما حياتك؟ بشتغلش. بشتغل اكيد يعني. ايه؟ ما انا بسالك بتشتغلي ايه؟ بشتغل في السياحة، عندي مكتب سياحة وبشتغل في الماركتينج. حلو قوي. في ريل استيت. العقارات؟ كذا حاجة احسن ناس دول مكبشين على الدنيا. جدا على قلبنا قد كده. كوميشن تبيعي حته ب 100 مليار تكسبي مليون جنيه. 100 مليار؟ في والله كان في واحده بتعرض عليا شقه ب 400 مليون جنيه، انا بدور على كنت استوديو ب هتشتريها؟ 200 جنيه في الشهر. 200 في الشهر؟ مش لاقي والله. انا قاعد هنا معلومات ملهاش اي لازمه خالص. انت هو بيحشي الكلام للاسف. خلاص هو بيحشي الكلام. لو تاخدوا بالكم من اول الديت، الموضوع دخل في قفل كده، ما فيش هزار في الكلام، ما فيش راحه. خلاص انا بالنسبه لي كده الديت مات. اول 3 دقايق الديت مات. خلاص البنت مش متقبلاه، وهو مش عارف يهندل الديت بعد ما غلط كذا غلطه. خلاص الدنيا باظت. فانا هعطل. كنت قاعد مع واحدة برضه. بس خسرت، بس هي هعوض اللي ان شاء الله. هي اللي طيرتك. عشان قلت كوافير. انت في مشكله في الكوافير والنطق في الانجليزي والحوارات دي ولا عادي على الطبيعه؟ لا عادي، ما مش شايفة ان دي حاجة مهمة يعني. ايه المشكلة؟ عادي نقول كوافير. يعني. قلت ايه؟ مش علامه صح ان انت تذكر للبنت اللي معاك الاكس مثلا، هي اللي سابتك ازاي او انت سبتها ازاي. مش علامه حلوه خالص. بالذات لما تقول لها ان هي اللي سابتك، ده بيقلل منك بشكل اوفر. لذلك بتقول له هي اللي طيرتك. يعني هي عارفه انها يعني هو هيطير يعني كده كده. تاني بقى. فلاحين. احسن ناس الفلاحين بس على والله. فكرة، كلنا بس فلاحين. فما اتفقناش بقى. انت ايه عايزه تكملي ولا دوس؟ انت عايزه تكملي ولا دوس؟ يعني ما بيهزر بس لا، هو بيتكلم من زاويه التوتر. لما هو يلمح للبنت او يسأل البنت هتدوس ولا لا، ده دليل ان هو خايف يخسرها، لانه مش واثق انها متقبله اصلا. مش واثق في نفسه ومش واثق ان البنت متقبلاه. مش هي هنتجوز. ماما اللي فاهم؟ معاكي بره؟ دي ماما. احسن ناس والله. ده مش اتيكيت خالص. يعني الحركه اللي انت بتعملها دي يا صاحبي، حط رجل على رجل، دي حركات لا اراديه. هو بيحاول يهندل الدنيا، بيحاول يلم اللي اتبقى من البلاوي اللي عملها يعني. فلا، الحركه دي دليل على ان هو خلاص كده توتر جدا، مفيش ثقه بالنفس، بيعمل حركات بتقل منه، زي انه مثلا يشتغل كمهرج، يحط رجل على رجل. الحركات دي كلها بتقل منه بشكل اوفر بصراحه. يعني ممكن يكون سنك عندك 23 سنة بس انت مثلا شاطر بتشتغل. ايوه. بتشتغل ايه بقى؟ انا دكتور تحاليل. عندك عيادة يعني برايفت ولا؟ لا عندي عيادة. ايه، شغال عند ناس وبتدرب برضه في معمل واديها بترزق الحمد لله. يعني انت مثلا بتصرفي بتقلل من نفسك، اللي هو لا اصلا انا ده بترزق واديني بشتغل عند ناس والحمد لله ماشيه وقرف وبتاع.
طب ليه انت يعني ليه بتعمل في نفسك كده؟ ليه هي بتقول لك ده انا عندي ريل استيت وشركات وشغاله وبتروح وتيجي وسوشيال ميديا وموديلنج، وانت شغال عند واحد وبترزق يعني. انت متخيل انت حاطط نفسك فين؟ انت حاطط نفسك فين مقارنه بيها؟ انت كده اللي هو راجل تحت المتوسط، وهي بتقول لك انا جامده جدا. طب هي علت من نفسها حتى لو هي بتكذب، يعني لو فرضنا انها بتكذب يعني، انت ليه تقلل من نفسك يا عم؟ قول شغال دكتور تحاليل برايفت. لا مش برايفت، انا شغال في شركه بس، خلصنا. بس ما وضحتش تفاصيل ان انا قليل يعني. كان في الكوافير لا انا بصرف كتير قوي. كام مثلا؟ انت مصاريفك كلها في الشهر كام؟ يعني مثلا في بالمعمل بالحاجات. المتوسط 950. جنيه ولا 950 الف؟ 950,000 جنيه ليه؟ 950 الف جنيه. جنيه ايوه. جنيه. ايجار 300. انت قاعد في ايجار طول كل الشهر ب 300 بس 50 واحد في على الأوضة. الطريق؟ انا قاعد على المله بتاعت السرير. رجعنا تاني للتهريج. الراجل ده يعني بيقلل من نفسه بشكل اوفر، اللي هو انا نفسي الشخص اللي قدامي يتقبلني، فهضطر ان انا اشتغل مهرج. فانا بقول لك ان انا الايجار بتاعي في الشهر 300 جنيه، وخمسه مش عارف كذا، اصلا انا قاعد على المله، اللي هو انا فقير جدا وشغال عند واحد بترزق. انت متخيل تحط نفسك فين؟ يعني ايه اصلا لو عايز تنجذبك هتنجذبك على ايه؟ يعني لا، شخصيتك مش شخص جد ومش غني ومش كاريزما وهادي في نفسك، يعني قول لي بالله عليك هتنجذب لك بناء على ايه؟ الا بقى لو انت جاي البرنامج ده تهزر، وجاي مثلا انك تطلع ترند بالهزار ده، بس انت يعني بتبان بشكل مهرج. اقل ما يقول عليك ان انت مهرج. ما بهزرش والله، انا قاعد انت عارفه بجد؟ منطقه اسمها التبه، المول اب 300 جناح كامل ملتين ادفع ازود اكتر. بيحور حوارات كلها، بيقلل من نفسه وبتاع، يعني حاجه اوفر قوي قوي. انت فكرني بهزر عسل قوي. والله. عسل قوي، هي بتتريق عليه اللي هو ده على الله خالص، يعني هي بتقول لك، هي قصدها تقول لك ده على الله خالص. سكن طلبه. بس مش مولة يعني سرير. لا يعني مثلا ممكن الواحد 5 يقعدوا على سرير 5، بس السرير كبير يعني. مش معقول. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه في حاجه انت غلط؟ حقيقي اصلا؟ لا بلاستيك. انت حقيقي اصلا يعني؟ انت ايه يا اسطى؟ انت واقع باللي بتقوله؟ لا ده انا بلاستيك. برضه ما بتون هزار وبتاع. يعني هو فكر ان طالما البنت ضحكت هو كده ماشي صح. ما انا اسف، يعني هي بتضحك عليك مش بتضحك على نكاتك يعني. لا انت حقيقي بجد يعني؟ انت بتهزر ولا انت انا قلت حاجه يعني انت كده جد؟ انت متضايقه ولا حاجه؟ لا لا مش متضايقه، بالعكس انت لذيذ يعني بتهزر وكده، بس انت اصلا حقيقي يعني جد ولا انت اصلا على طول تافه كده؟ بوم بوم. دايما يقول لك البنت تسيبك من غير ما تقول لك هسيبتك ليه. انت مثلا مش راجل او تافه او في نوع من البنات بيدالك في وشك، بتكون عاده بنت جريئه شويه، دي اديتها له في وشه. انت حقيقي بجد راسي كده وهادي زينا وبتفكر، ولا انت على طول تافه كده؟ يعني انا مش شايف شتيمه افظع من دي. انت عارف يعني لو في شخص اتشتم باهله، انا من رايي ان يتشتم باهله اهون من انه يتقال له انت تافه على طول كده. لان يعني من معايير الرجوله انك تكون راجل بجد، هو انك تكون جد وشخصيه هاديه وراسيه وعاقل، بتعرف تهزر امتى وتتكلم جد امتى. فللاسف عمار يفتقر للموضوع ده تماما، وده واضح من شخصيته على فكره، لان هو عنده برضو المحتوى بتاعه تكونوا عارفينه على السوشيال ميديا كلها برضو هزار وهلس وكلام من ده. فهنا جه في الديت، يعني خلاص بقى نركن السوشيال ميديا على جد، دي بقى شخصيته بقى. هو شخصيته كده للاسف. لا يعني انت بتكلم حقيقي بجد على حسب الشخصيه اللي قدامي يعني، انت شايفني فاهمه؟ شخصيه تافهه؟ من انا جاده جدا، فالمفروض انت تبقى خدوا على فكره المقطع ده، شفته مره في قناه كده، خدوا المقطع ده وبوم ده قصف جبهتها وبتاع. اصلا الراجل ما يقصفش جبهه بنت. يعني انت متخيل انت لما تكون بنت قاعد بتبادر الست في قصف الجبهه بقى، وانت شتمتيني فهشتمك والشتيمه احسن. وللاسف الناس في التعليقات ايوه يا جامد يا عمار يا بتاع. ايه يا عم في ايه يا عم؟ هي اصلا مهزقه من دقيقتين اتنين، يعني انا اسف يعني بتهزقه، فكونوا يرد على قصف جبهه. طب ما عادي يعني، كده كده البنات معروف ان كرامتهم مش زي الرجاله، احنا رجاله ما نستحملش كلمه. فكونها تشتمك شتيمه زي دي، فانت شوف انت عملت ايه يا صاحبي من الاول. ما تروحش تقول لها بقى اصل تعالى بقى مكسوفك زي ما كسفتيني وكلام من ده. ارض قلت لا انا جد، هي فعلا البنت جد، هي فعلا البنت جد. انت اللي مش جد يا عمار. فانت بتقول لها على حسب الشخصيه اللي قدامي؟ لا يا صاحبي، انت اللي قدامك جد، انت ده جد اكتر منك كمان. فين الجد في الموضوع؟ انا مش جاده. فين الحلق ده جد؟ ايه بذمتك مش يا شيخ؟ عاجبك؟
هو انا مش جدة، هو الحلقة دهب انت يعني يا اسطى فين، يا اسطى فين فين الربط في الموضوع؟ يعني انت، انا مش فاهم بجد بتعمل ايه، يعني بتهرب من السؤال بتاعها يعني. لا عامل شبه دريم بارك بس عامل حلو. زي حلو يعني. بحسب بنسخن عشان نطلع ترندات. لا عاوز يطلع ترندات، فانت فعلا لو نيتك ان انت جاي ده تتهزق والبنت يعني تقل منك وتشتمك عشان تطلع ترند، فانا مش هقدر ان انا اتكلم عليك اكتر من كده بصراحة. هي عايزاك الحلقه دي ان تشهرني. شاء الله تطلع ترند، انا متاكد. اه انت ما شاء الله عليكي في كاريزما وقبول قدام الكاميرا، فان شاء الله تطلع ترند. ربنا يخليك، رأيك ده بصراحة يعني فوق دماغي. تسلمي لي اه والله. هو انت يعني انت ممكن تكون دلوقتي عشان احنا قاعدين مثلا والله قدام بتكلم كاميرا. بجد، انا ما انت اصلا قلتش شخصيتك حاجة. كده. لا، ايوه والله بسأل عادي، مش قصدي ايوه. لقيته في حتة وحشة قوي. هو انت اصلا شخصيتك كده؟ لو تاخدوا بالكوا عرق ومتوتر وعمال يتحرك. قالت له ايوه، قال لها ايوه ايوه انا شخصيتي كده. ايوه ايوه انت ايه يا اسطى، انت ايوه ايوه بالظبط، يعني ايوه تافه يعني، ولا تحب تهزر كتير والبنات تشتمك وتطلع ترند، ترند بالتهزيق يعني؟ هو ده اللي ايوه بجد؟ غريبة. يعني والله بتهزر طول الوقت. انا ما هزرتش والله يا استاذه. عارفاه ام ساجدة. انا اسمي ام ساجدة. احسن ناس. انا اصلا ام ساجدة اللي هي بتيجي على بتهزر. اه ما اعرفهاش. ما تعرفهاش؟ مش بفتح ازاي تيك مش عارفة توك ام ولا- ساجدة؟ ماليش في السوشيال امال ميديا. بتطلع ترند على ايه؟ على الطريق ولا على على الملل؟ يا ربي يا ربي يا ربي، ده حطها في حتة وحشة قوي البنت يعني. دايسة عليه بشكل اوفر. طب انت لسه قايلها انا بطلع ترندات، يعني انت على السوشيال فهي عرفت انك على السوشيال، قامت قالت له امال بطلع ترند عليه على الطريق؟ قعد يفرك ويحرك الكرسي ويدعم ويضحك. بجد البنت حطها في حته وحشه قوي بجد بجد، يعني البنت دي شابوه، شابوه بجد. وعلى فكره يعني كان يسالني كتير برضه، ناس كتير تسالني ان البنت اللي معاها بتعامله وحش وكده، فبفهم منه بقرا الشات، بلاقي ان هو يعني للاسف بيكون تافه في الشات يعني. فطبيعي يعني بنت عاوزه راجل، الراجل ده يحميها ويكون قائد ومسيطر ويخش وسط الرجاله يعرف يعني يصارع. فازاي هي هتتكلم مع الراجل ده بطريقه انثويه وهو اصلا مش ذكوري في كلامه وفي طريقته يعني؟ فطبيعي تتكلموا بطريقه مش كويسه. بتطلع ترند على ايه؟ لا على الفيسبوك، مش بفتح تيك توك. انت بتعمل فيديوهات يعني؟ محتوى هادف. كوميدي وكده لا هادف؟ هادف، كوميدي هادف. تاخد كام كل شهر بقى؟ لا ما باخدش، ده حب، تاخدش باخد فلوس؟ حب الناس. بجد؟ ايوه بقول لك قاعد على مولة، كنت اخد هنا يعني انت ستوري قاعد كده. على مول وعندك مليون متابع ما هو مليون وتاخد مش الحب؟ مليون جنيه، مليون الحب متابع. هيعمل هيبني لك السرير؟ ايوه الحمد لله، حب الناس ده بالدنيا كلها. كفايه ولا ايه؟ طيب عايز تكمل يعني، عايز أنا- تاخد سبيس اكتر؟ لا يا خرابي يا ربي يا ربي يا جدعان، عايز تاخد سبيس اكتر يعني؟ عاوزني ادوس عليك شويه كمان؟ يعني نفسك تاخد فرصه كمان؟ حطها في حته وحشه قوي قوي يعني. انا من رايي عمار ده كان خد بعضه وروح بجد، ما كملش البرنامج اصلا، واقول لهم يا جماعه انا اسف انا بعتذر انا مش عاوز الحلقه تتعرض. بجد يا صاحبي انت ليه تعمل في نفسك كده؟ يعني بجد نتكلم يعني شويه جد بقى، انت ليه تعمل في نفسك كده؟ ليه تبيع كرامتك وتبيع شخصيتك وتبيع احترامك لنفسك واحترام الناس ليك مقابل انك تضحك الناس عليك شويه؟ يعني البنت بجد داست عليه قوي، بتقول له انت اديك سبيس تاني يعني؟ عاوز تاخد سبيس؟ يعني انا مديك سبيس بمزاجي، انا بمزاجي مقعداك ومديك سبيس. سبيس ليه بقى؟ انك تضحكنا ونتريق عليك شويه ونهزق فيك شويه. فبجد يعني انا يعني الشاب ده يراجع نفسه والله العظيم على اللي بيعمله ده. براحتك ممكن تتك عادي. طيب انت ممكن تتك عادي، طيب واتكت بكل برود بكل برود. تقيلة بنت تقيلة، هو أمن يعني للأسف. ف يا شباب ده كان تحليل كده لأول ديت لعمار. عمار كان في ليه كذا ديت في البرنامج ده، اتطلب مني كتير، فحبيت بس أنا أوريكم إن الشخصية اللي بتهزر كتير نتيجتها عاملة إزاي. لأن في ناس سألتني على الديت اللي فات اللي قبل ده وقالوا لي طب ما الشخص بيهزر على فكرة دمه خفيف. يا جماعة البنت اللي فاتت دي كانت 20 سنة 21 سنة، لسه مفيش خبرة في الحياة، ما تعرفش حاجة. فيعني رفضته او الدنيا اترفضت بينهم بس باحترام. لكن البنت دي كبيره، وقلت لكم ان في نوع من البنات ما مش بيقول لك انا رفضتك ليه، لكن البنت دي من النوع اللي بيقول انا رفضتك ليه، بتكون عاده يعني عندها خبره في الحياه اكتر يعني. فعامه ده كان الديت، فاتمنى يكون عجبكم، وان شاء الله في اجزاء تانية
من الديت ده بالذات لعمار، اللي حابب يقول لي في الكومنتس، واللي عاوز يحجز معايا استشارة يتواصل معايا على الخاص، اللي عاوز يشترك معانا في جروب التليجرام اللي فاضل فيه 6 أشخاص بس برضه يتواصل معايا على الخاص، في أسعار مميزة جدا على خصومات. وأشوفكم في فيديو تاني، مع السلامة.